موضوع حلقة اليوم: تربية الأبناء في الواقع الحالي. طبعا مسألة تربية الأبناء في الواقع الحالي هي من المسائل الشائكة، ومع الأسف الشديد هي من المشكلات التي نعاني منها جميعا. كيف نربي أبنائنا في الواقع الحالي مع وجود كل هذه التحديات، مع وجود كل هذه المغريات أمامهم وأمامنا نحن؟ فأصبح احنا مع الأسف الشديد نعاني جدا، يعني احنا بنربي أبنائنا، وحقيقة هو المعاناة يعني ليست فردية. أي واحد في أي مكان في العالم عنده مشكلة في مسألة تربية الأبناء، ويستغرب تماما يعني أنه في مشكلات جديدة ومتجددة قاعدة تطلع، كل ما يحل مشكلة تطلع مشكلة جديدة. فأصبحنا ما احنا عارفين كيف نربي، ولا احنا فاهمين كيف لازم يكون التربية، ولا احنا عارفين كيف نستعد لهذه التغيرات والمتغيرات الحديثة اللي احنا عايشين فيها. طبعا احنا عارفين في واقعنا الحالي الدنيا صارت زي ما يقولوا قرية صغيرة، العالم صار منفتح على بعضه، فصار عندنا الإنترنت اللي قرب المسافات وفتح الآفاق للجميع. والانفتاح هذا طبعا له سيئاته وله حسناته، حسب كيف الإنسان ينظر للموضوع وكيف يستخدم هذا الانفتاح فيما يفيده ويفيد أمته. وأصبح عندنا عوامل كثيرة جدا تلعب في مسألة التربية، تؤثر على الأبناء. وأصبح هناك أيضا أشخاص آخرين يربوا معنا الآن. الأب والأم ليسوا هم اللي يربوا لحالهم، أو حتى دورهم كمان تراجع كثير، فأصبح اللي يربي أشخاص آخرين ما لنا علاقة فيهم أساسا، يعني زي السوشيال ميديا، زي المناهج الدراسية، زي الكتب الثقافية المنتشرة، الجامعات، الأصدقاء، البيئات الخارجية، اختلاط الأبناء بالخارج، أشياء كثيرة جدا يعني نعجز حتى نحن نحصيها. وبوجود هؤلاء الكثير جدا بمقابل الأب والأم تراجع دور الأب. طبعا احنا لما نيجي نتكلم عن تراجع دور الأب والأم، هل هو بسبب الواقع الحالي ولا هو باختيارهم تراجعهم؟ مع الأسف الشديد الواقع الحالي فرض على الأب والأم واقع معين، اللي هو واقع إيش؟ إنه الأب والأم إما أن يكونوا غير متواجدين، أو إنهم تساهلوا في موضوع التربية هذا، فبالتالي أصبح المؤثرين هم أشخاص آخرين. طيب هذا أدى بنا إلى إيش؟ أدى بنا إلى أنه موضوع تربية الأبناء في الواقع الحالي أصبحت مسألة صعبة جدا. وبسبب الصعوبة نلاقي بعض الأحيان الرجل والمرأة لما يتزوجوا يقرروا ما يجيبوا أبناء، يقول لك الزمن هذا صعب إنك تربي أبناء، فبالتالي ما في داعي أجيب أبناء. طبعا هذا القرار خطأ جدا، يعني كون الزمن صعب مو معناه انه ما اجيب ابناء، بالعكس كون الزمن صعب لازم افهم فين وجه الصعوبه واتسلح بالسلاح المناسب لهذا الزمان. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ايش؟ لا تربوا ابناءكم على عاداتكم فانهم خلقوا لزمان غير زمان. هذه المقوله تقودنا الى ان احنا نفهم واقعنا الحالي ايش هو، وليش عندنا المشاكل هذه، وكيف ممكن نحن نحل أو نحاول نحن نتغلب على هذه المشكلات، ونحاول نحن نربي أبنائنا التربية السليمة والتربية الصحيحة التي نتمناها ونرجوها. في البداية خلونا نرجع نقول نعرف إيش هي التربية. التربية إيش معناها؟ التربية هي فن نقل الأفكار والقناعات لأبنائنا. يعني ببساطة هو إحنا كيف نعلم أولادنا كيف يقدروا يعيشوا حياتهم الدنيا من خلال فكرة صحيحة لأبنائنا المسلمين، من خلال فكرة الإسلام، كيف يقدروا يتعاملوا مع أنفسهم ومع الآخرين ومع المجتمع بصفة عامة. يعني هذا نحن دورنا، نحن كيف نعلمهم ونربيهم. ولذلك في مسألة التربية في جوانب كثيرة جدا، اللي هي الجانب الروحي والجانب العقلي والجانب الجسدي والجانب المادي. فإحنا اليوم ما راح نتكلم عن الجانب الروحي ولا راح نتكلم عن الجانب الجسدي، إنما راح نتكلم عن التربية العقلية أو التربية في الجانب العقلي. طبعا التربية لما نيجي نتكلم عنها لازم نفهم تماما إيش أهميتها.
إيش أهمية التربية السليمة، وإيش أهمية التربية والتسليم بها، وطرق اللي هي تحقيق هذه التربية السليمة لأبنائنا. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته للإسلام، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجدهم في بيئة تشبه الواقع الحالي اللي احنا عايشينه، بيئة فوضوية ما فيها لا نظام ولا فيها عرف ولا فيها تقليد ولا أي شيء، كل واحد يتصرف حسب مكانته المادية ومكانته الاجتماعية. فكان القوي طبعا يسيطر على الضعيف، هو يفرض النظام تبعه، والضعيف مجبور يعني يساير القوي في هذا الأمر. فلما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة وأسلم من أسلم معه، قام بتربيته من أول وجديد في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. طيب كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رباهم مو لهذاك الزمان اللي جاء فيه، إنما ل 100 سنة لقدام، أو للعمر كله، أو لقيام الساعة. فبدأ أول شيء ربى عندهم، أوجد عندهم قاعدة فكرية، أو قاعدة أساسية لقياس الأعمال، أو لقياس السلوك، أو لقياس التصرفات التي سوف يقومون بها ويمارسونها في حياتهم. فقال لهم أساس العمل أنهم تتعاملوا على أي أساس، مقياس إيش؟ الحلال والحرام. وبدأ يعلمهم إيش الحلال وإيش الحرام من خلال إيش؟ من خلال الواقع اللي هم عايشينه. فكان هم زي ما قالوا جعفر بن أبي طالب للنجاشي: كنا قوم أهل جاهلية نأكل الميتة ونقطع الأرحام، وذكر كل الصفات السيئة. فجاءنا النبي من عندنا فعلمنا مكارم الأخلاق وعلمنا كذا وكذا 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 وكذا. يمكن الرجوع لها في قصة السيرة في موضوع جعفر بن أبي طالب وحواره مع النجاشي. فهو جعفر بن أبي طالب إيش سوى؟ ذكر كل اللي يتصرفوا فيه في واقع حياتهم من خلال إيش؟ من خلال أكل الميتة وقطع الأرحام ووأد البنات، واللي هو عدم إغاثة المظلوم، وأن القوي يأكل الضعيف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، هذا كله ما يجوز، والآن لازم تعيشوا على مبدأ صحيح مختلف تماما، اللي هو إيش؟ عدم وأد البنات. مقابل كل صفة ذكروها وضع لهم الخط المستقيم، يعني مقابل كل خط معوج أو سلوك معوج عندهم رسم لهم وعرفهم إيش هو السلوك المستقيم. وبعض الصفات وبعض التصرفات والسلوكيات التي كانت في الجاهلية وكانت حسنة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيها: إنما جئت متمما لمكارم الأخلاق. وقال أيضا إيش؟ لقد دعيت في دار عبد الله بن جدعان إلى حلف، والله لو أني دعيت إليه وأنا في الإسلام لأجبته، اللي هو إيش؟ نصرة المظلوم. ولما جاء الإسلام أخذ السلوكيات السيئة هذه كلها ووراهم إيش مقابلها؟ السلوكيات الحسنة. فإذا أول شيء في مسألة التربية اللي هو وضع قاعدة لتربية أبنائنا. نحن لازم نعرف أبنائنا على أي قاعدة قاعدين نربيهم، وعلى أي أساس قاعدين نربيهم، حتى نقدر نتواصل معهم في واقعنا الحالي. في الواقع الحالي هذا احنا قلنا احنا نشبه تماما زي ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في فوضى كثيرة جدا. لذلك تبدو مسألة تربية الأبناء في هذا الواقع معقدة جدا وصعبة جدا، لكنها بإذن الله هي سهلة لما المربي نفسه يفهم كيف ممكن يربي. فحينئذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة. ولبيان أثر التربية بهذا الشكل إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني من الذي يؤثر؟ الأبوين. يعني الأبوين نفسهم إذا كان عندهم قاعدة يسيروا عليها في حياتهم، معناها هي ذي القاعدة اللي راح يعلموها للأبناء، وفوق هذه القاعدة سوف تبنى عليها تصرفات سلوكيات الآباء ثم الأبناء. فإذا هنا نرجع نقول إيش؟ إنه التربية قبل أن أمارسها أنا على أبنائي اليوم في الواقع الحالي، أنا أول شيء لازم أكون قاعد أربي نفسي في الواقع الحالي تربية صح. طب ممكن الأبوين يرجعوا يربوا نفسهم من جديد في هذا الواقع الحالي؟ نعم، لازم يرجعوا يربوا نفسهم بشكل جديد في الواقع الحالي يتناسب مع مستجدات هذا العصر حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع أولادهم. كيف يعني هذا الكلام؟ أنا الآن عندي عقلية وطريقة تربية مختلفة جاية من زمان. هل أقدر أربي أولادي بنفس الطريقة اللي تربيت أنا عليها في الواقع الحالي مع التحديات الجديدة؟
لا طبعا لا يمكن، أنا وأولادي رح نتصابر. معناها أنا لازم أتغير للواقع الحالي وأفهم واقع الأبناء هذا الجديد إيش هو، وواقع الأشياء اللي داخلة معايا وتشاركني في تربية أولادي إيش هو، وأتسلح بالعلم والمعرفة حتى أستطيع أن أنا أجاريهم. فأنا كذا أكون ربيت نفسي وعلمت نفسي من أول وجديد. الآن لما أجي أنا أنخرط في واقع الأبناء الجديد هذا والتحديات الجديدة، أنا راح أعرف تماما إيش نوع التحدي اللي كل يوم قاعد يواجهني، وأطلع له السلاح المناسب له حتى أستطيع أن أقاومه. هذا معناها إيش؟ معناها إنه الأبوين لازم يتسلحوا بالعلم والمعرفة حتى يستطيعوا أن يربوا أبنائهم، ومو بس العلم والمعرفة، إنما الأسلوب المناسب للواقع الحالي. إحنا بنتكلم عن التربية في الواقع الحالي. الواقع الحالي هذا صعب، معناها أنا أطلع له السلاح الذي يناسبه، وليس السلاح البسيط اللي أنا كنت زمان أتعامل فيه. فهنا إذن مهم جدا نحن نفهم كيف تكون مسألة التربية. طبعا لما نيجي نتكلم عن موضوع التربية حنلاقي برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص جدا في توجيه أصحابه وفي بناء أصحابه بناء سليما جدا في مسألة التربية، وجعل للموضوع هذا كله اللي هي عناصر كثيرة جدا. طبعا في التربية نفسها في عناصر كثيرة. أهم شيء، أهم عنصر في مسألة التربية هو المربي. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المربي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يربي أصحابه. لكن هل استمر هو أن يقوم بنفس المسائل مع الجميع؟ لا، خلاص أسس، ثم بعد ذلك جعلهم هم من يتولوا عملية التربية وينقلوها للجميع، سواء كان لأبنائهم، سواء كان لزوجاتهم، سواء كانوا للصحابة الآخرين. فهنا إذن أولى الإسلام أهمية حقيقية وقوية جدا للمربي ولتأثيره في مسألة التربية. فنحن نلاقي بعض المربين اتأثر بالانفتاح الحالي والواقع الحالي اللي هو عايش فيه، وبالتالي قبل إنه أولاده يتأثروا بالواقع الحالي. زي إيش مثلا؟ نحن نقول بعض الناس مثلا يستقروا في بلاد في الخارج، فيعجب بالخارج وبتربية الخارج وبأسلوبهم وتعليمهم وعاداتهم وثقافتهم وكل شيء. الأب معجب الآن والأم، هذا الإعجاب ينقلوه لأبنائهم، فيجعلوا أبنائهم يتقبلوا وينقلوا كل شيء ويتشربوا كل السلوكيات الموجودة في الخارج. فطبعا هنا هذول النوع من الآباء هم عارفين تماما النتيجة اللي هم سوف يحصلون عليها، لأن هم بنتيجة بطبيعة الحال حيرجوا أن أبنائهم يكونوا زي أبناء المنفتحين. وفي بعض المربين سواء كان في بيئات الخارج ولا في البيئات الحالية ما يقبل ولا شيء، خلاص هو عايش على الإصدار القديم تبعه، فيبغى يربي أبنائه على كده ويرفض أي جديد يأتي به الأبناء من الخارج، فيتصادم معه على طول. طبعا التصادم هذا بيولد حالة من النفور بين المربي والمربى، بين الابن والآباء والأمهات. ما بيقبلوا هذا كله، ليش؟ لأنه الواقع مختلف. لكن الأبوين ما يعرفوا أن الواقع مختلف، عندهم هم أنه خلاص هذا هو اللي احنا تربينا عليه، إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن على آثارهم لمقتدون، فياخذوا موضوع التربية بهذا الشكل وهذه القناعات زي ما هي وينقلوها للأبناء، وما يقبلوا أبنائهم غير كده. ويجينا نوع ثالث من المربين فاهم الواقع وعارف الواقع ودارس الواقع، ويحاول يغير نفسه أول شيء بما يتناسب مع الواقع الحالي، ويربي أبنائه. الآن هو زي ما يقولوا مفتح عينه، ويربي أبنائه التربية الناقدة، يربيه على أساس الإسلام، لكن عقله يربيه على طرح الأسئلة، ليش هذا كده وليش كده وإيش هذا وإيش مو هذا، كثرة الأسئلة. يعني يجعل الابن ينظر للأشياء بعين النقد والتساؤل والتشكيك فيها. فلما الأبناء ينظروا للواقع الموجود والأسلوب والأشياء كلها، حتى اللي يتبعوا الأب من نظرة التشكيك، معناه حيطرح أسئلة. معناه يطرح أسئلة، معناه نحن لازم نبحث عن الإجابات المقنعة لعقله ونعطيه الجواب عليها. معنى كده أنه أنا كل سؤال راح يطرحه اليوم ابني أو بنتي علي، لازم أنا أخذ من هذا السؤال أنه فرصة لي للتعلم، للبحث عن الإجابة من أجل ابني أو ابنتي.
وبهذا الشكل يصير عند الآباء والأمهات تراكم معرفي وعلمي، فيحملوا إذا الإجابات هذه لأبنائهم، وأبنائهم خلاص حيقفلوا ملف على هذا السؤال، لكنهم حيفتحوا سؤال جديد، وبعد كده حتمشي الأمور بهذا الشكل. فعندنا هنا إذا المربين الثلاثة الأنواع هذولا هم اللي بيشكلوا وبيتعاملوا أو بيقدروا يسيطروا على موضوع التربية في الأبناء. لكن بالرغم هذا كله نحن في الواقع الحالي مع الأسف الشديد تواجهنا بعض المشاكل والصعوبات في مسألة تربية أبنائنا نفسهم هم. وهذه الصعوبات وهذه التعقيدات اللي احنا قاعدين نواجهها هي اللي دائما نحن مع الأسف الشديد تصيبنا بالإحباط. يعني أنا اليوم حليت مشكلة مع ولدي في جانب معين، تطلع لي مشكلة جديدة وما أعرف كيف طلعت المشكلة الجديدة، أصلا ما لها علاقة فيها، لكن يأتي بها الابن أو البنت داخل البيت. ودائما عندنا حالات كثيرة جدا تصادفنا، مثلا أنه الآباء والأبناء يعيشوا في فجوة كبيرة جدا ما يقدروا يتواصلوا، وهذا مشاهد في الواقع الحالي، أنه كثير من الآباء والأبناء ما يقدروا يتواصلوا في فجوة معرفية كبيرة جدا في زمان كده، يعني كأنه الآباء عايشين في الماضي والأبناء عايشين في الحاضر ومو قادرين يلتقوا في نقطة في النص. والسبب إيش هو؟ الأبناء لا يمكن يرجعوا لورا ويلتقوا مع آبائهم في النص، والآباء متمسكين برأيهم ما يبغوا يتحركوا كمان شوية لقدام، فكل واحد ماسك طرف وجالس يتكلم من هذا الطرف ومن هذه الزاوية ومن هذه المكانة، على أثر ذلك تظهر مشكلات في مسألة متعلقة بالأبناء. من هذه المسائل المتعلقة أو المشاكل اللي تطرح علينا زي إيش؟ مشكلة إيش؟ غلبة الطابع المادي. وهذه هي المشكلة المهمة جدا في الواقع الحالي في تربية الأبناء، اللي هي أنه الأبناء ما عندهم حالة من حالات الرضا. يعني اليوم الأب والأم إيش ما يقدموا لأبنائهم، الأبناء ما يشعروا بالرضا ولا بالقناعة فيما يقدم لهم، فدائما عندهم اللي هو هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، أو عندهم دائما المقارنات، طيب ليش فلان عنده إيش ما عنده. فصارت الحياة المادية اللي هم عايشينها أو الحياة المادية اللي احنا كلنا عايشينها الآن هي اللي تدور حولها مسائل التربية، وهذه هي التي يعاني منها الآباء والأمهات. طب إيش السبب في وجود هذه المشكلة المادية؟ مع الأسف الشديد أنه الأب والأم خرجوا للعمل، فبالتالي الأسرة كلها أصبحت غير موجودة، أو الأسرة غير موجودة للتربية أو للتوجيه، خاصة الأم. في غياب الأم وغياب دور الأم أصبح مكان الأم هذا فاضي جدا. طيب، فهذا أثر على إيش؟ أثر أنه حالة الرضا النفسي غير موجودة، الأبناء ما عندهم حالة إشباع نفسي في وجود الأب والأم. فعدم وجود حالة الإشباع النفسي هذه أدت إلى أنه يحاول الأبناء يعبوا هذا الفراغ من خلال الأشياء المادية. زي إيش؟ بسبب غياب الأم والأب، مثلا الولد تلاقيه مثلا يشتري ألعاب كثيرة، يمتلك أجهزة كثيرة، يشتري ملابس كثيرة، البنت تشتري ملابس كثيرة، أو تشتري أدوات مكياج كثير. الشراء الكثير هذا له دلالات نفسية للأبناء. الدلالات النفسية إنه إيش؟ إنه في حاجة عاطفية في الداخل غير موجودة، وبيحاول الابن يعبيها بالأشياء المادية. طيب إيش حل هذه الحالة التي يمكن أن نكون نحن عليها؟ هنا طبعا يجي الإسلام يعلمنا كيف ممكن نربي أبنائنا في الجانب المادي بقوة، اللي هو إيش؟ من خلال التواصل معهم. أول شيء إشباع حالتهم العاطفية والنفسية، وإيجاد حالة من التوازن داخل نفسه. ثاني شيء اللي هو نحاول نربي أبنائنا من خلال إيش؟ من خلال إنه دائما في أمور الدنيا نشجعهم أنهم ينظروا إلى من هو أقل منهم حتى يعرفوا قدر النعمة التي هم فيها. طبعا ليس على سبيل الاستخفاف، إنما على سبيل التقدير. أنت عشان تقدر اليوم إيش عندك لازم تنظر الشخص أقل منك ماديا، يعني حتى تعرف قيمة اللي عندك فقط. لكن هذا مو معناها الإنسان ما يكون طموح، طبعا هذا الكلام للبالغين، لكن لأبنائنا إحنا نحتاج حتى نحن نوقف مسألة غلبة الطابع المادي، إنه دائما لازم أنا أبغى الحالة النفسية هذه اللي جالس يعبيها بالحالة المادية، إني أنا أول شيء أفهمه إنه لازم تنظر إلى من هو أقل منك في الأمور المادية، وتنظر إلى من هو أعلى منك في الأمور الغير مادية حتى تشجيعه على
الطموح وطلب أن يكون الأفضل دائما وأبدا. طبعا مع مراعاة أن الأب والأم يحاولوا بقدر الإمكان أنهم يتواجدوا في وقت أبنائهم أو في حياتهم نفسيا حتى يحققوا عندهم حالة من التوازن النفسي. هذه المشكلة ما راح تنحل إلا بالتواجد الأم بالذات في حياة أبنائها. طبعا ممكن بعض النساء يقولوا الواقع الحالي يجبر المرأة تخرج للعمل. السؤال هو المرأة لما تخرج للعمل من الذي يتولى تربية الأبناء؟ إذا خرجت المرأة لا تزعل إذن أبنائها إيش ما يكون، لأنه الله سبحانه وتعالى جعل لكل من الرجل والمرأة والزوج والزوجة أو الأب والأم وظيفة، فوظيفة الأم هي داخل البيت ووظيفة الأب هو خارج البيت، بغض النظر عن الواقع الحالي، بغض النظر عن أي شيء. إذا نحن ركزنا إذن على هدفنا الأساسي راح يكون عملنا وجهدنا بالنسبة لتربية أبنائنا معناها شيء موحد وشيء متفق عليه بين الأب والأم، معناها هم قادرين بإذن الله تعالى أنهم يتجاوزوا هذه العقبة وهذه المشكلة حتى يستطيعوا أنهم يحافظوا على أبنائهم في الواقع هذا الذي هو تحدي كبير جدا في مسألة تربية الأبناء. طالعين فاصل وراجعين بعد الفاصل نتكلم عن المشكلات التي تظهر أو التي ظهرت في واقعنا الحالي في تربية أبنائنا مع بعض الحلول التي جاء بها الإسلام حتى يحافظ على توازن الأسرة وحتى يحافظ على تربية الأبناء تربية صحيحة مباركة. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل بعض المشاكل التي ظهرت أو تظهر أثناء تربية الأبناء في الواقع الحالي. من هذه المشاكل سيطرة الأبناء على الآباء. شوية غريب هذا السؤال العنوان، كيف الأبناء ممكن يسيطروا على الآباء؟ طبعا يسيطروا نص. الآن ليس الآباء هم اللي يتحكموا في الأبناء، مع الأسف الشديد الأبناء هم اللي يتحكموا في الآباء، حتى لو كان الصورة تبدو كأنه الآباء والأمهات هم اللي يسيطروا على أبنائهم، لكن الحقيقة مع الأسف الشديد زي ما احنا نقول جهاز التحكم هو بيد الأبناء. طبعا ليش موجود هذا الشيء أو كيف هو موجود؟ الآن نلاقي الأبناء يتدخلوا في كل شيء، بدءا من إذا العائلة تبغى تنتقل لبيت جديد الأبناء هو اللي يختاروا، وإذا يبغوا يشتروا أثاث جديد الأبناء اللي يختاروا، وإذا يبغوا يروحوا إجازة الأبناء اللي يقرروا فين نروح ومتى نروح قد إيش نقعد، وإذا نبغى نستأجر شيء يعني يتحكموا في كل شيء. طبعا ممكن بعضكم يفهم أنا كأني أقول لا ناخذ رأي أبنائنا، لا المقصود مو كذا. الظاهر يبدو أن احنا قاعدين ناخذ رأي أبنائنا، لكن في حقيقة الأمر أن هم اللي مسيطرين. والدليل على هذا أنه خلي الأب والأم مثلا اقتراح الأبناء يرفضوه، حنلاقي بشكل طبيعي جدا الأبناء يرفضوا أنهم يسووا أي شيء. مثلا في عطلة الأبناء والآباء جلسوا مع بعض والأبناء رتبوا للموضوع كله، جاء الأب ولا الأم وغيروا مسار الرحلة كلها وقال لا ما راح نروح هنا، راح نروح المكان الفلاني، راح نسوي كذا وكذا، حنلاقي على طول الأبناء يعترضوا وما يروحوا الرحلة هذه. هذا دليل على إيش؟ دليل إنه الأبناء هم المسيطرين. طب إيش الحل؟ إيش السبب إنه وجود عندنا إن الأبناء هم المسيطرين؟ سببه مع الأسف الشديد إنه الوالدين بسبب إنهم مشغولين بأعمالهم واهتماماتهم وحياتهم وبعدوا تماماً عن دورهم كمربين، في أعماق قلبهم هم يشعروا إنهم مقصرين مع أولادهم. طيب الأب والأم اللي يكونوا مثلا موظفين وما يقضوا وقت كثير مع أولادهم، إيش بيسووا حتى شعور التقصير هذا أو عقدة الذنب اللي في داخلهم دي كيف يحلوها؟
تلاقي الأم مثلا تاخذ أولادها على المول وتقول لهم يلا نروح نسوي الشوبينج، وتاخذهم يشتروا الألعاب اللي يبوها والملابس اللي يبوها، ويقضوا اليوم كله في السينما ولا في المول ولا في المطعم. ونفس الشيء الأب بيرجع مثلا يشتري لهم هدايا وأشياء جديدة وإلى آخره، وعلى أساس إن هم كده قاعدين يسعدوا أولادهم، والأبناء طبعا مبسوطين. لكن الحقيقة في فعلهم هذا الأبوين هم عشان حكاية شعور التقصير اللي هم يشعروا فيه يعوضوا عنه بالأشياء المادية، فيسمحوا للأبناء أنهم يتحكموا في كل شيء. الأب يقول طب أنا طول الوقت أصلا ماني موجود، كمان أنا الحين لما يختاروا شيء يسووه أبغى أعترض عليهم. والأم تقول طب أنا طول النهار مشغولة، الآن لما هم رتبوا الموضوع أجي أنا أعترض عليهم. وهو المشكلة مو اعتراض ولا مو اعتراض، المسألة هي أنه في تقصير، حالة تقصير أنتوا تشعروا فيها وما تشعر فيها ظلما وبهتانا، إنما حقيقة في تقصير من الأبوين، فيحاولوا ان هم يغطوا عن هذا كله بالامور الماليه وبالامور الماديه، حتى انهم يحاولوا ايش؟ ارضاء الابناء كنوع من التعويض عن هذا التقصير. طيب ايش الحل لهذه المشكله؟ الحل هو ان احنا اول شيء لازم نعرف ان الابناء لهم حقوق لازم تؤدى اليهم، وعليهم واجبات يجب ان يؤدوها. فانا اليوم لما اعطي ابني وبنتي حقه في التربيه وحقه في الوقت وحقه في اللعب وحقه في التعليم وحقه في قضاء كل وقتي واهتمامي إعطائه له، لما أعطيه هذا كله، وكمان إني أنا أصبر عليه وأصبر على طفولته وأصبر على شبابه وأصبر على أسئلته وعلى انفعالاته وتفاعلاته وأصبر على نفسيته المتقلبة هذه كلها، معناها إني أنا ما راح أحتاج إني أعوض عنه بأمور مادية. ليش كمان؟ لأن معناها أنه أنا ابني قاعد اليوم يحصل على الكفاية النفسية في حضرة وجودي، فبالتالي مسألة المال هذه والتعويضات المالية ما راح تشغل بال ولا راح تكون مطلب. لكن بسبب سوء التصرف هذا من الأبوين، هم السبب في إيجاد هذه المشكلة، أنه الأبناء هم اللي بيسيطروا على الآباء ويتحكموا فيها. طيب إيش نجي في مسألة مثلا أنه إحنا ناخذ رأيهم؟ إحنا مو بدنا أساسا ناخذ رأيهم، ولا إحنا كيف نبغى نعلمهم؟ كيف نبغى نربيهم؟ أنا اليوم لما أجلس مع ولدي وبنتي وأنا جالسة أربيه في الواقع الحالي هذا كله، طبعا ما في داعي نستخدم مثلا مصطلح أن أنا أكون ديمقراطي وأخذ تصويت، لا، إنما أخذ رأيهم في أمور معينة حتى أشوف كيف يفكروا، كيف يقرروا، على أي أساس يحكموا. توجيههم وإرشادهم يكون من خلال أخذ رأيهم، أستأنس برأيهم. استئناس الرأي هذا النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما احتكر الموضوع وقال أنا النبي وخلاص. في معركة بدر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ووصلوا المكان المحدد، قال لهم خلاص نخيم هنا. فجاء واحد من الصحابة قال يا رسول الله، أهو وحي يعني أمر من الله أم هو الحرب والمكيدة والخدعة؟ قال والله الحرب والخدعة والمكيدة. فقال يا رسول الله هذا ليس المنزل الذي ننزل إليه، يعني مو هذا المكان اللي احنا ننزل فيه ولا نعسكر، إنما مكان ثاني. فهنا إذا طالما أن الموضوع ما في حلال وحرام، أمر شرعي بيني وبين أولادي في مسألة محتومة من الله سبحانه وتعالى أو من الشرع أو كحكم شرعي، أنا لازم أخذ رأيهم فيه حتى أنهم يفهموا ويتعلموا. وأنا كمان أعرف أولادي اليوم في إيش قاعد يفكروا. لما يجي ولدي يعطيني رأي في مسألة ما، يكون الرأي هذا مرة ما له داعي، يعني بعيد تماما عن إني أنا شخص مسلم أو عن حياتي تمس في الإسلام مثلا، لازم أعرف من فين جاب هذا الرأي. فسؤالي بسيط حيكون كيف هذا الرأي هذا، يعني على أي أساس أنت قلت لي هذا الرأي؟ فلما يقول لي على أساس كذا وكذا وكذا أو قرأت أو سمعت أو إلى آخره، حقدر أنا أعرف من أين تأتيني المخارج يعني أو الأشياء التي أنا لا أريدها في تربية أبنائي. فإذا هنا نرجع نقول إنه محاولة الأبوين تعويض الأبناء أو محاولة طلب رضا الأبناء من خلال أنهم يخلوا الأبناء صوت وقوة وسمعة ورأي مفروض عليهم، هذا خطأ طبعا. فلا نلخبط ولا نخلي الأمور تتداخل في مسألة التربية أن أنا أخذ رأيهم ولا أن أنا أسيطر عليهم. ما في سيطرة في الموضوع، إنما في ضابط معين لازم الأبوين يسيروا عليه وما يخلي الأمور تخرج عن حدها الطبيعي. عندنا كمان من المشكلات اللي تظهر في الواقع الحالي إنه هو الأبناء الآن ما عندهم القدرة
انهم يتحملوا مسؤوليتهم ولا انهم يتحملوا مع ابائهم مسؤولياتهم. زمان احنا كنا نتحمل مع ابائنا مسؤولياتهم ونشارك في هذه المسؤوليه باي شكل من الاشكال، وهذا اللي صنع مننا يعني جيل مختلف. الان ابنائنا ما هم كذا، لا هم قادرين يتحملوا مسؤوليتهم ولا هم قادرين يساعدوا ابائهم وامهاتهم في الواقع الحالي هذا لتحمل المسؤوليه. طب مين السبب في هذا كله؟ السبب نرجع نقول تخلي الأبوين عن دورهم التربوي. الأب والأم تراجعوا دورهم التربوي. الأبناء منذ الصغر لما أنا أجي أحملهم المسؤوليات منذ هم صغار يتعودوا على الموضوع، لكن نحن ما الذي نفعله نحن آباء وأمهات؟ نحن لما يكبر الولد وتكبر البنت وأن نعطيها دور ونقول لها هذا مسؤوليتي، طب أصلا هي ما هي معتادة على الشيء. الآن كيف تبغى فجأة بين الليل وضحاها عندها مسؤوليات تتحملها؟ ونفس الشيء الولد. في الأثر عودوا أبنائكم الخير فإن الخير عادة. فنحن لما نعود أبنائنا أنهم يتحملوا المسؤوليات مبكرا وأن هم يتمرنوا على هذا الموضوع ويتعلموا كيف يكون تحمل المسؤوليات من خلال ارتكابهم الأخطاء وتصحيح هذه الأخطاء، يكبروا وهم يتحملوا مسؤولية أنفسهم، بل كمان زيادة على كده حيكون عندهم قدرة أنهم يتحملوا المسؤوليات الحياتية معنا إحنا كمربين. لكن مع الأسف الشديد نحن لا احنا تحملنا مسؤوليتنا كمربي ولا احنا عارفين نعلم أولادنا كيف يتحمل المسؤولية، وفي النهاية نجي نطالبهم تحمل مسؤولياتهم أو تحمل مسؤوليات الحياة معنا. فالجميع قاعد يتصادم. فإن لازم يرجعوا الأب والأم إلى المرحلة الأولى في التربية، أنهم يتحملوا هم كمسؤولياتهم كآباء وكأمهات وكمربين، ويبدأوا يعلموا أولادهم على هذا الأمر بالتدريج، يعني على مهلهم، حتى يعتادوا على هذا الأمر ويكون أسلوب حياة، ما يشوفوا أنه هو تكليف وأنه يتحمل المسؤولية حرمان المتع وأنه هم حيصيروا كأنهم يعني مجبرين على هذا الأمر. وخاصة كمان نجي في الدول التي تشجع على أنه الأبناء يكون لهم رأي وصوت مسموع وأنه الآباء ما يتدخلوا في أي شيء، فيستخدموا هذا القانون وهذا الأسلوب الأبناء بقوة في الوقوف في وجه آبائهم أثناء تربيتهم. فهنا يبغى لهم الآباء والأمهات ينتبهوا لهذه المشكلة ويعرفوا تماما كيف يتعاملوا معها من خلال طبعا العلم. عندنا كمان من المشاكل التي تظهر في الواقع الحالي وجود فجوة، احنا ذكرنا هذا الشيء في الأول، وجود فجوة بين تفكير الآباء وتفكير الأبناء. الفجوة هذه جاية من خلال إيش؟ من خلال أول شيء المشكلة الأساسية في وجود هذه الفجوة، أو إيش قصدنا أول شيء، خلينا نبين إيش قصدنا وجود الفجوة. إنه جيل الآباء وجيل الأبناء في الواقع الحالي ما يقدروا يتفاهموا ولا يقدروا يجلسوا مع بعض حتى ساعة كاملة وهم يتكلموا مع بعض، ولا يقدروا يتناقشوا كأنهم كل واحد جاي من كوكب آخر. طب والسبب هذا من فين جاي هذه المشكلة؟ المشكلة إنه كلا الجيلين ما بيحترم رأي الآخر. الجيل الحديث أو أبنائنا مو متعلمين إنهم يحترموا جيل الآباء، طيب، ولا أنهم يقدروا خبراتهم ولا أي شيء، إنما دائما يتم التقليل بهم من خلال إيش؟ إنه هذول قديمين وهذا الكلام موديل قديم وهذه الطريقة في التفكير ما حد يفكر اليوم زي كده. هذه الكلمات لما يسمعوها الأبناء يصير عندهم عدم قبول لجيل الآباء. والآباء إيش يسووا كمان؟ ما يحترموا جيل الأبناء ولا يحترموا رأيهم ولا يحترموا عقلهم ولا يحترموا واقعهم هذا. فنلاقي دائما الآباء والأمهات إيش يقولوا؟ أنتوا الجيل الحديث إيش عرفكم؟ أنتوا إيش دراكم؟ أنتوا. فيشعروا بعدم الاحترام. وجود عدم الاحترام بين الجيلين يخلق فجوة، ما يقدروا يتعاملوا مع بعض، لأنه كل جيل يحتاج إنه يحترم يعني ما مر به من الخبرات. ربما يكونوا هذول الصغار الآن في الواقع الحالي ما عندهم خبرات كثيرة، ممكن ما عندهم تجارب كثيرة، ممكن علمهم أقل بكثير من علم، لكنه علمه هو هذا الموجود بالنسبة لهم، فيحبوا أنهم يشعروا أنهم محترمين بهذا العلم القليل. فمين اللي لازم يعطيهم هذا الاحترام؟ هم الكبار. الكبير لما يحترم الصغير حيكون ملزوم ومجبور أنه يحترم الكبير. لكن ما أجي أنا اليوم من منطلق أن أنا مربي وأقول للصغير لازم تحترمني، وأنا لازم أول شيء أحترمه عشان يعرف كيف شكل الاحترام. لازم تسمعني، لما أقول له لازم أول شيء أنا أسمعه حتى يتعلم يستمع لي.
لازم تسوي اللي قلت لك عليه. لما اقول له عشان يقبل مني لازم انا اقبل اني انا منه الكلام هذا اللي انا اسمعه، حتى لو كان يخالف معتقداتي، حتى لو كان يخالف طريقتي ولا تربيتي ولا نظرتي للحياة ولا حتى مكانتي. فهنا يحتاجوا انهم يسدوا هذه الفجوة الابوين والاب والام، انهم ينزلوا لمستوى الابناء ويشاركوهم الحياة فيكون لهم أصدقاء. علي بن أبي طالب فصل هذا الشيء اللي هو إيش؟ يعني صاحب، يعني لما يوصل الطفل أو الابن والابنة في عمر المراهقة لازم هنا الواحد يصاحب أبنائه، يكون صديقهم. لما يكون صديقهم معناها أنه هو حيسمح له يقترب من الأب بأمان. اليوم الأب لما يكون صديق ابنه حنلاقي الابن بكل ثقة وبكل شعور بالطمأنينة يقترب من أبوه ويتكلم معاه في أمور حتى يعني ما كان الجيل القديم يتكلموا فيها، بس لأنه الصداقة هي كده مستلزماتها. طب هذا الاقتراب كله إيش فائدته؟ لما أنا اليوم أقترب من ولدي ولا بنتي وأسد هذه الفجوة اللي بيني وبينه، نحن جيلين مختلفين، من خلال خطوات طويلة أن أنا أمشيها في اتجاهه، معناها أن أنا جالسة أقترب من عالمه واعرف ايش عنده وايش ما عنده، ايش الافكار اللي قاعد تدخل في دماغه، مين قاعد يوجهه، مين قاعد يربيه، مين قاعد يشاركني اليوم في ولدي ولا بنتي اثناء تعليمهم وتوجيههم وتربيتهم. لكن لما اخذ بوضعيه انه انا والله الام وانا الاب والله ما انزل ولا اتكلم ولا هذه الفوقيه هذه، معناها انه انا راح اخسر المعركه هذه. ليش؟ لان اليوم ما اربي انا لوحدي، انا اليوم اربي معايا الانترنت، معايا السوشيال ميديا، معايا الكتب، معايا الكتب الثقافية، معايا المناهج التعليمية، معايا نظام التعليم، معايا النظام الاجتماعي الجديد. فهناك في مربين آخرين. في اليوم لما أتخلى أنا عن دوري عن التربية، ولا أنا مثلا أشوف نفسي إن أنا فوق الجميع، هذول كلهم راح يستلموا ولدي ولا بنتي ويشكلوه زي ما هو يبغى أو زي ما هو الواقع الحالي يبغى. فهنا حنلاقي صار عندنا مسألة التربية مسألة معقدة، وأخذنا في اتجاه سيء جدا بسبب إيش؟ إنه إحنا نشوف أنفسنا. طبعا عندنا كمان مشكلة ثالثة أو مشكلة من المشاكل التي تظهر في الواقع الحالي في التربية الحديثة، والتي سببها إيش؟ هو الغزو الفكري والثقافي. الغزو الفكري، اليوم إحنا أولادنا يقرأوا من الإنترنت إذا كانوا يقرأوا طبعا، أو يقرأوا الروايات، خلينا نقول ما في حد ما يقرأ الروايات، لكن هي حتى كروايات هي بتغير طريقة تفكير الأبناء وتوجهاتهم وآرائهم في الحياة وطريقة تعاملهم مع أبنائهم مع آبائهم وأمهاتهم. هذه التغييرات التي تحدث من خلال الغزو الفكري والثقافي الذي دخل إلينا من خلال السوشيال ميديا، من خلال ما يعرض في التلفزيون من مسلسلات وأفلام، ومن خلال الكتب والروايات والكتب المترجمة، ومن خلال المناهج، ومن خلال النقاشات في المجالس الثقافية أو في دور الكتب أو أندية الكتب التي تحدث. هذه كلها من التحديات التي نواجهها نحن مع أبنائنا. طب هذا التحدي هذا كيف ممكن نتعامل معه؟ التحدي هذا نحن كآباء وكمربين نقدر نتعامل معه فقط من خلال ان احنا نكون متسلحين بالعلم والمعرفة اللازمة لهذا الوقت، وعندنا القدرة على ان احنا نربي ابنائنا بشكل صحيح ونوجههم طريقة صحيحة، خاصة في وجود هذه التحديات. العلم الذي نحن نقول عليه إيش هو؟ العلم الشرعي والعلم الدنيوي وعلوم الدنيا والواقع الحالي وفهم الواقع هذا، لازم نحن نكون على علم ودراية في التعامل معه كآباء وكأمهات. مهمتنا اليوم نحن مش نحن نجيب أبنائنا ونحن نأكلهم ونشربهم، ولا ان احنا نخليهم يدرسوا لغايه ما يوصلوا للجامعه ويتخرجوا من الجامعه ويتزوجوا. هذه ما هي مهمه، هذا شيء بسيط جدا، وهذا من الضرورات اساسا يعني، ومن اللازم تقديمه لابنائنا. مهمتنا احنا اكبر من كده، مهمتنا احنا نكون موجهين لابنائنا، مربين لهم، نصنعهم. هذه الصناعه وهذا التوجيه وهذه التربيه ما راح تتحقق اذا كان الاب والام ما عندهم علم. اللهم ما عندهم فقط الا علم كيف يقدروا يشتغلوا وكيف يجيبوا المال، فقط هذا هو علمهم اللي ابتدأ وانتهى عندهم. اليوم الاب والام اذا كان عندهم حاله كبيره جدا من الجهل، ومع الاسف الشديد هو هذا الواقع اللي احنا عايشين فيه، لا الام تطلب العلم ولا تتثقف ولا تتنور، ولا الاب يسوي هذا الشيء. ليش؟ لانه كلاهما مشغول بانه يجري على لقمه عيشه في هذه الدنيا، وانه يضبط اموره، وانه يحاول يعيش حياه كريمه
ماديا طبعا، كريمة ماديا وليس اجتماعيا، لما يكون هذا هو الهدف اللي يسعى إليه الآباء والأمهات، راح يدفعوا الثمن من خلال إيش؟ في مرحلة الغياب هذه راح يدفعوا الثمن من خلال أبنائهم. حيتفاجئوا أنهم فجأة يلاقوا قدامهم أبناء ما يعرفوهم، يعرفوا أسمائهم، يعرفوا أشكالهم، لكن ما يعرفوا تماما لا سلوكياتهم ولا طريقتهم في التفكير ولا عقليتهم ولا مزاجهم. فيكون عندنا إذا مو بس فجوة، إحنا يكون عندنا رحلتنا أساسا كلها كآباء وأمهات هي فقط من الناحية المالية أو الناحية الأساسية تلبية احتياجات الأبناء. عشان كده إحنا نلاقي دائما كثير جدا في هذا الواقع الحالي، نلاقي حالات عقوق الأبناء كثيرة، وحالات العنف الأسري كثيرة جدا، وحالات الدخول والخروج من الإسلام كثير جدا، واعتناق أفكار غريبة جدا كثيرة. طيب الواقع الحالي هو كذا صعب، لكن هو هذا الواقع الحالي سبب؟ لا، السبب الأساسي هو غياب دور الأبوين وعدم وجودهم وتحملهم لدورهم هذا بشكل كامل. هذا الغياب أدى إنه إيش؟ إنه الذئب خلاص أخذ أبنائنا، لأنه إحنا مثل الرعاة اليوم نحاول نحن نحمي أبنائنا من كل شيء، لكن إذا ما عندنا القدرة والأسلحة اللازمة اللي تساعدنا في هذا الزمان لحمايتهم، ما في داعي نحن نشكو من شيء، ما في داعي أساسا نحن نقول عندنا مشكلة. قبل ما يجي أحد يقول عندي مشكلة مع أبنائي، خليه يكون صادق ويجلس مع نفسه، أنا إيش قدمت لأبنائي؟ هل قدمت لهم الوقت ولا المال فقط؟ هنلاقي أغلب الآباء والأمهات قدموا المال فقط، لكن ما قدموا الوقت، وإذا قدموا الوقت ما قدموا سعة الصدر، وإذا قدموا سعة الصدر ما قدموا العلم، وإذا قدموا العلم ما قدموا القدوة الصالحة حتى أن الأبناء يقتدوا بهم. فإذا عندنا إحنا واقعنا الحالي بتربية أبنائنا هو جدا صعب، ما نقدر ننكره ولا نقدر نقول عليه شيء، لكن لهذا الزمان المفروض إحنا نكون متسلحين بالسلاح المناسب له، مو نمسك أسلحتنا القديمة ونجي نقاتل فيها في هذا الزمان، لا ما ينفع أبدا يعني. فهذا هو اللي إحنا نقول عليه، دائما نقول إنه لازم الأب والأم والرجل والمرأة يتعلموا على واقعهم الجديد، على حياتهم الجديدة، على التحديات الجديدة، لازم يعرفوا التحديات الجديدة كيف يمكن مواجهتها. فما بالنا لما يكون التحديات الجديدة تتعلق بأبنائنا، فلذات أكبادنا، هذول هم الاستثمار تبعنا للمستقبل، هذول هم اللي ندخرهم الآن نحن في الحياة الدنيا وناخذهم معانا للآخرة. فكيف أنا إذا لازم أعتني فيهم وأربيهم وحافظ عليهم، حتى أني أنا أستثمر فيهم بكل ما أوتيت من وقت وجهد ومال حتى أستمتع بهذه الثمرة. فهنا إذن هذا الغزو ما رح نقدر نحن نقاومه ولا نقدر نحن نحاربه إلا من خلال العلم والتسلح بالعلم. أي شيء ما أنكره ولا أرفضه. الواقع الجديد ده مثلا الغزو الفكري والثقافي الحديث، اليوم أنا ما أرفض أن أنا أقرأ كتاب موجود أنا أنكره تماما، يعني خوفا أنه أنا هذا الكتاب ممكن يغير عقيدتي. أنا لما أقرأه وأكون أنا متسلح بالعلم، حكون أنا أقرأه عشان خاطر ولدي بكرة لما يقرأه وحيجي يناقشني فيه، حعرف تماما أضع يعني يده على نقاط الخطر في هذا الكلام. فهذا الشيء مهم جدا نحن نعتني به ونحافظ عليه مع أبنائنا. فإحنا هنا ندعو الآباء والأمهات بقوة وبشدة أنهم يركزوا على مسألة أنهم يربوا أنفسهم. أول شيء يربوا أنفسهم من ناحية علمية ومن ناحية عقلية ومن ناحية عقدية. لازم يكون عندهم خطة مع أبنائهم، لازم يكون عندك خطة أيها الأب، لازم يكون عندك خطة أيتها الأم. لما تربي ولدك ليش قاعد تربيه؟ لازم الواحد يسأل نفسه، أنا لما أبغى أربي ولدي ما الذي أنا أرجوه منه؟ إيش اللي أنا جالس أنتظره منه؟ طيب، فهذه الصورة النهائية الهدف تبعي هي اللي راح تحدد لي كيف أقدر أرسم الرحلة تبعي وكيف أصبر على هذه الرحلة والمراحل. وبالعكس كل مرحلة صعبة أمر فيها مع ولدي اليوم أو مع بنتي لازم أعتبرها أنه هي المعلم والمرشد حقي في مسألة التربية. كل ما يسألني اليوم ولدي سؤال ما أعرف إجابته، معناها هذه دعوة لي أنه أنا أروح أبحث عن الإجابة حتى أتعلم. كل مشكلة تحدث مع ولدي وما أعرف أحلها، معناها هذه دعوة لي للبحث عن هذه المشكلة وكيف حلها. كل تحدي يأتي اليوم لازم يكون بالنسبة لي هو رسالة لمعرفة نوع هذا التحدي وكيف يمكن التغلب عليه وعدم العجز أمامه. إذا هذه الأشياء هي اللي لازم أستخدمها أنا اليوم في طلبي للعلم وأنطلق منها.
للي يجي يسأل يقول كيف طيب أبدأ؟ كيف تبدأ؟ ابدأ من أول سؤال يسألك إياه اليوم ولدك أو بنتك، انطلق من هذه النقطة فقط في مسألة التوجيه والإرشاد وتعليم أبنائنا. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعيننا على تربية أبنائنا التربية الصالحة المباركة حتى يكونوا أبناء صالحين نسر بهم في الدنيا وفي الآخرة. كنت أنا معكم خديجة بوهان في برنامج خطوة، مع حلقة جديدة ومتجددة من لقاء اليوم، تربية الأبناء في الواقع الحالي. أسأل الله أن ألتقيكم الأسبوع القادم في نفس الموعد مع موضوع جديد ومتجدد. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ha ha ha